انا بخاف من العفاريت. البيت اللي قدامك ده حصل جواه تفاصيل واحداث مفيش عقل بشري يقدر يستوعبها. تخيل انك تكتشف ان البيت اللي عايش فيه مع عيلتك مسكون بروح صاحبه القديم اللي اتقتل جواه في جريمة هزت مصر كلها. والاغرب من كده انكم بدل ما تسيبوا البيت ده وتجروا تقرروا تعيشوا مع الكائن ده اكتر من نص قرن. عادة لما بنسمع الحكايات دي اول حاجة بتيجي في بالنا انها سيناريوهات افلام رعب او كلام فابريكا للترند، لكن لما تكون الشهادة صريحة من عيلة كاملة عاشت في المكان ده اكتر من 50 سنة وموثقة بالصوت والصورة في لقاءات تلفزيونية رسمية، القصة هنا بتاخدنا لمرحلة تاني خالص. الحكاية دي مش قصة خيالية من التأليف، دي أحداث حقيقية حصلت بالفعل مع عائلة الفنان الراحل عزت أبو عوف وإخواته البنات. عائلة كاملة عاشت في المكان ده أكتر من 50 سنة ووثقوا التفاصيل بنفسه. انا بخاف من العفاريت. انت سكنت في فيلا مسكونه بالعفاريت؟ احنا مش سكنت في فيلا، احنا سكننا فيها سنة 58 وسيبناها سنة 2009. أنا عبد الرحمن وأهلا بكم في حكاية جديدة من حكاوي الدهشان. النهاردة هنفتح الملف التوثيق الكامل لفيلا سلفاتور شيكوريل من الواقعة التاريخية للجريمة سنة 1927 لحد التفاصيل التعايش الحقيقي جوه البيت. عشان نفهم أصل القصة من جذورها لازم نرجع بالزمن لورا تقريبا قرن كامل، وتحديدا لسنة 1927 عشان نعرف هو مين صاحب المكان ده أصلا واللي روح الميت ارتبطت بالفيلا. سلفاتور أو سلمون شيكوريل كان واحد من أكبر وأسرى رجال الأعمال في مصر في العشرينات، رئيس الجالية اليهودية بالقاهرة وصاحب السلسلة التجارية الشهيرة جدا محلات شيكوريل اللي كانت بتنافس أرقى المتاجر في باريس ولندن. الراجل ده بنى قصر فخر جدا على مساحة بتعدي ال 2000 متر في أهدى وأرقى منطقة وقتها حي الزمالك، وتحديدا فيلا رقم 10 شارع سريلانكا اللي هو حاليا اسمه شارع حسن صبر. الفيلا كانت تحفة معمارية، لكن التحفة دي كانت بتستعد لتكون مسرح لأبشع جريمة شهدتها القاهرة. في ليلة 4 مارس 1927 الدنيا كانت هادية تماما في الزمالك. 4 أشخاص يتزعمهم سواق قديم كان شغال عند شيكوريل واتطرد اتسللوا جوه الفيلا بالليل وهم عارفين كويس كل دخلة وخارجة فيها. وبعد ما دخلوا الفيلا اتسللوا لغرفة النوم الرئيسية وكتفوا زوجته وخدروها بمادة الإثير المخدرة عشان تشل حركتها وما تصرخش. وأثناء ما كانوا بيحاولوا يسرقوا الخزنة والمجوهرات سلفاتور شيكوريل صحى وقوم بدفاع مستميت على بيته وزوجته، لكن الجناة طعنوه بدم بارد أكتر من طعنة وسابوه غرقان في دمه واستولوا على المجوهرات والذهب وهرموا في الضلم. الشرطة المصرية أعلنت الطوارئ وفي وقت قياسي جدا قدروا يوصلوا للجناة وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام. ومن اللحظة دي الفيلا اتقفلت بالجنازير والسلاسل وبقت مهجورة لسنوات طويلة جدا، وبدأت الإشاعات تتنقل بين سكان الزمالك عن سمع أصوات حركة داخلية وخيالات بتتحرك ورا الشبابيك المقفولة في القصر المهجور. ومرت السنين سنة ورا سنة، وفي سنة 1958 يعني بعد الجريمة ب 31 سنة كاملة كان الموسيقار والضابط أحمد شفيق عوف والد الفنان عزت أبو عوف بيدور على بيت واسع ومناسب يكفي عيلته الكبيرة المكونة من 8 أفراد، هو وزوجته والجدة وعزت واخواته البنات الأربعة مها منى منال ميرفت. لقى الفيلا المقفولة في الزمالك واشتراها بسعر مناسب جدا وقتها من غير ما يشغل باله بالكلام اللي بيتقال والإشاعات اللي عن المكان ده. في الأول الدنيا كانت هادية، لكن بعد فترة قصيرة الحاجات الغريبة بدأت تظهر بالتدريج. أصوات خطوات رجلين بتمشي في الطرقات بالليل، صدى أنفاس خفيفة وأبواب بتتقفل وتتفتح لوحدها. لكن الصدمة الحقيقية الأولى حصلت مع خالي الفنان عزت أبو عوف لما كان بيذاكر بالليل في نفس الأوضة اللي اتقتل فيها سلفاتور شيكوريل زمان. خالي الله يرحمه كان قاعد بيذاكر وابويا كان ضابط وكان مسافر في مهمة، فحسب وصفه هو ده أول مرة يبان حس بنفس في هنا وبدنه على رقبته
فوقف مذاكره، هو كان بيذاكر وحاطط النور كده قدامه في مكتب ابويا، في اوضه ابويا، دي الاوضه اللي هو اتقتل فيها. وراح باصص، شاف واحد لابس بنطلون اسود هاي كولر كحلي، شعره ابيض مرجعه لورا ومتجه ناحيه الحيطه وراح داخل فيه. خالي ده من يوميها لغايه ما مات كان شعره بقى كله ابيض، وهو كان عنده حاجه 20 سنه. الظواهر ما كانتش مجرد حادثة فريدة أو تهيؤات، الأحداث اتكررت واتوثقت في شهادات صريحة ومعتمدة من أفراد العائلة وأصحابهم المقربين. عزت أبو عوف شخصيا اتكلم في أكتر من لقاءات عن المواقف المرعبة اللي عاشها بنفسه جوه الفيلا. يعني انا اول مره شفته كنت انا واختي منى، كنا قاعدين بنلعب بيانو دروس في الكونسرفتوار كاتر معاه، وفجاه احنا الاثنين شلنا ايدينا مع البيانو، واحنا الاثنين واحنا باصين ورانا كان ورانا الباب والبيانو قدامنا، فشفناه واقف بنطلون اسود هاي كولر كحلي، عينيه جامده جدا وشعره ابيض. فهي اتخضت منى جدا وراحت قامت عشان تجري، وهي بتجري عارفه لما يكون في حد بينك وبين حاجه بتعملي كده عشان تخبطيه وتعدي. انا بقى بعدها شفتها بتخش جواه، يعني عدت فيه. حتى اخواته البنات مها وميرفت ابو عوف وثقوا في لقاءات رسميه عن تفاصيل التعايش اليومي، من اول اصوات المطبخ والعفش بالليل لحد ظهور الشبح بيندخ قدامهم. لا ما شاء الله، يعني كانت يعني مسكونه رسمي. لا بس احنا كان بيطلع لنا سلفادور، يعني انا ما شفتش. لا ما فيش لا الام ولا الابن، ولا الام ولا الابن يعني. والمرعب ان الموضوع مش مقتصر على العيله بس، الضيوف والاصحاب هم كمان لهم نصيب. والنجمه القديره يسرا اللي كانت صديقه مقربه مع ابو عوف وقتها. يسرا كانت نايمة عندي برضو في البيت مرة. طب مين كان عامل؟ يسرا. فلقت خيال رايح جاي رايح جاي، فبتقول لي ما في حد رايح جاي رايح. قلت لها لا ما تقلقيش ده سلفاتور. قالت لي سلفاتور ده مين؟ قلت لها العفريت اللي عندنا. نطت من البلكونة. السؤال اللي بيدور في عقل كل واحد بيسمع القصة دي، ليه العيلة استمرت في المكان ده كل السنين دي؟ وازاي عيلة تعيش في بيت مسكون لمدة 51 سنة كاملة من غير ما يعزلوا؟ العيلة وضحت النقطة دي. في الأول كان في خوف شديد، لكن لما استوعبوا إن الكائن ده هو صاحب البيت القديم وإنه مش مؤذي خالص ولا عمره ضر حد فيهم، الخوف اختفى وبقى جزء من حياتهم اليومية. الأب أحمد شفيق أبو عوف طلب منهم يتعاملوا عادي جدا طالما مفيش أي أذى عشان سمعة العيلة والشكل الاجتماعي بره. ووصلوا لمرحلة غريبة جدا من الاعتياد، سموه شكوريل مجازا، وكل لما يحس ببرودة أو يلمحوه في البيت يقولوا لبعض ببساطة شكوريل جه شكوريل مشي، ويغطوا دماغهم ويناموا. واستمرت العيلة عايشة في الفيلا من سنة 1958 لحد سنة 2009، يعني أكتر من نص قرن كامل، وما سابوش الفيلا غير لما الأولاد كبروا واتجوزوا والأب والأم توفاهم الله، فقرروا يبيعوا الفيلا. دي كانت التفاصيل الحقيقية والمجردة لقصة فيلا شكوريل، بداية من أرشيف المحاكم وسجلات الجريمة البشعة سنة 1927 وصولا لشهادات عائلة الفنان عزت أبو عوف وإخواته اللي عاشوا في المكان 51 سنة كاملة ووثقوا واحدة من أغرب قصص التعايش في تاريخ مصر. شاركونا رأيكم في الكومنتات، لو انتوا مكانهم هل ممكن تتعودوا على وجود الشبح في البيت مع الوقت طالما مش بيأذي، ولا كنت هتعزل وتسيب البيت من أول ليلة تشوفوا فيها؟ في النهاية ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل حكاية جديدة من حكاوي الدهشان. سلام.